ما تزعلش مني يا حسام يا ولدي. على ايه يابا؟ ده انا عمري ما ازعل منك مهما حصل، ده انت برضو ابوي. ما تزعلش مني عشان ما قدرتش اشتري لك قطعة ارض او حتى احط لك فلوس في البنك. وانا مش عايز من الدنيا حاجه غيرك يابا، ده انت حسك معايا بالدنيا. انا عايزك تخلي بالك من دراستك، اوعى تقصر من مذاكرتك يا ولدي. انا بذاكر كويس يابا ومخلي بالي من كل حاجه، بس انت ليه بتقول الكلام ده يابا؟ اسمع كلامي بس انت يا ولدي، محدش حينفعك غير تعليمك. انا مش بقيلك يا حسام يا ولدي. ما تقولش كده يابا، ربنا يديك طول العمر. يابا يابا يعني ايه يعني؟ خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. يعني ايه يعني؟ خلاص انا مش هشوفك تاني. يا ريت ترجع، يا ريت ترجع، فراقك صعب وبيوجع. يا ريت ترجع، يا ريت ترجع، وايه يمنع تسامحني وتدعي ربنا يسمع. يا ريت ترجع، يا ريت ترجع، فراقك صعب وبيوجع. يا ريت ترجع، يا ريت ترجع، وايه يمنع تسامحني وتدعي ربنا يسمع. وانت يا صاحبي خليك ولا حلمك وعلى معيشتك، متبيعش اي حد. انا عمري ما هسيب تعليمي عشان الفلوس يا قاسم. وانت يا صاحبي خليك مؤمن وربنا ما بينساش اي حد. طبعا يا قاسم يا صاحبي، وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ونعم بالله يا صاحبي. بس أنا اللي مزعلني إن في ناس حقودة علي وبتحسدني. طب أنا إيه اللي معايا يا قاسم عشان تحسدني عليه الناس؟ هي الدنيا كده يا صاحبي، مفيش حد بيسيب حد في حاله، فيها الصبي وفيها الوحش. ماشي، بس أنا متمرمط في حياتي. أنا ما فيش شغلانة ما اشتغلتهاش يا قاسم، وأنا أبويا كان راجل غلبان، ولا فتح مشاريع ولا فتح مصانع عشان الناس تحسدني. حسام، العين بتكره اللي أحسن منها. ماشي، بس أنا مش أحسن من حد يا قاسم. لا انت احسن بكثير، ده في ناس معاها بالمليار عيالها مش متعلمه. لازم يحسدوك يا صاحبي، لازم يحسدوك. على كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش، وما تعمليش فيها البريئة، ما تكدبيش. ليه واقفة ضدي في كل حاجة عملتها، ومع انت فيا خلتيني كاره أعيش.
تعيش. وش معنانا مستقصداني وجايالي دايما عليا؟ وش معنانا ده انتي بقيت بتفرحي بدموع عينيا؟ مالك يا مخ زعلان؟ ده انت اللي مصبرنا على البلاوي اللي انا فيها يا راجل. ابسط. انت اكتر واحد يحسدوك على راحة بالك يا مخ. ده انت ولا ليك دعوة بمصاريف اكل ولا شرب ولا مصاريف كلية، يعني قاعد مستكني. بس انا شكلي كلامي مش عايبك يا مخ. همشي انا احسن، هنسحب. انا تعبت وجبت اخر ومش قادر اكمل تاني. هو انت ايه اللي عملته في دنيتك عشان تتعب؟ بس انا تعبت ومش عارف الاقيها من المذاكره ولا من الشغل. بذاكر قاعد، يعني قاعد هتطلع طيار. لا يطلع دكتور يا عامر، ده راجل كلية طب. كفاية حقد يا أخي. حقد ايه؟ ده عيل معفن مش لاقي ياكل. أنا مش لاقي آكل، ده حقق حلمه. ناس كتير نفسها توصل له ومش قادرة. انا مش هرد عليك يا عامر عشان عارفك مخك صغير من يومك. اوعى تفهم يا عامر تحقد على الناس. اللي مش بيحب الخير للناس ربنا مش بيكرمه. لا الحمد لله ربنا كرمني. لا انت ربنا كرمك عشان بقول الكلام ده لحسام مش لحد تاني. هو يعني لو حد غيره هيقدر يعمل حاجة؟ لو واحد غيره ما كانش سكت على الكلام ده. يا عم انت عبيط. انت العبيط وحسودي كمان وبتكره الخير للناس. قوم امشي يا عام. لا سيبه يا حسن، انا اللي هقوم امشي. خد يا حسام عايزك. ايوه يا معلم. انت يا ولد رمك على الشقه ده. طب انا ايه هعمل يا معلم؟ انا تعليمي ما كملتوش وابويا مات. طب هجيب اصرف على نفسي من فين؟ مش الرجاله دي تشتغل لك فرش. بس انت عارف اي شغلانه تاني هتكون فلوسها بسيطه زي ما هي سهله، ومش هتكفي فلوس مصاريف جامعه وهدوم. لا صح كلامك يا ولدي. ايوه يا معلم، وبعدين الشغل ولا حرام ولا عيب. وبعدين يا معلم ربنا بيحب اللي يجتهد ويتعب عشان يوصل لحاجه هو نفسه فيها. صح يا ولدي، يريد البطاله نكتة. وربنا ما بينساش حد حي. ربنا كبير، والله ربنا كبير. ونعم بالله يا ولدي، بسبب الكلام اللي بتعمله ده ربنا هيكرمك. بس في خبر وحش يا حسام. ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا حي. انا بكره مسافر البلد، هرجع لاولادي مش راجع الشغل ده تاني. وماله يا حي، ربنا يوصلك اليوم بالسلامه ان شاء الله. انت انسان محترم يا حسام، وخلي بالك من نفسك يا ولدي. هتوحشنا والله يا حي. يلا روح كمل شغلك يا حسام. حاضر يا حي. هي زق وتجيب في زق، اوعى تتعب ما تقولش لا، ارضى واجمد قدرك مشى، والطريق عايز جدع مش بالكلام، واحدة واحدة وبكرة تفرق، مرة تصعب مرة تسلك، ما انت عارف ما انت اصلك، من البداية في الحكاية يوم في جنة ويوم في نار، سايرينا دنيا سيري بينا دنيا، سايرينا دنيا سيري بينا دنيا، سايرينا يا دنيا يا دنيا سيري بينا دنيا، سايرينا دنيا
يا دنيا. ايوه ايه كم؟ ايه؟ امتياز؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله صح.